السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. قبل ما نبداو كالعاده صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الوصفه الاخيره في حلويات العيد، ولا ماشي الوصفه الاخيره، يعني كاينه زوج وصفات ما صورتهمش لضيق الوقت. هي مقروط المقله. يعني اليوم جبت لكم مقروط المقله بجميع اسراره. هذا المقروط يجي بزاف بزاف بنين ويجي ارطب ومعسل في قلبه. فوالا دوك نروحو نشوفو المقادير وطريقه التحضير، يعني نعطيكم جميع اسرار المقروط وكيفاش يجيكم هكذا طري ومعسل في قلبه. عندي هنايا 4 كيلات تاع الحرشه، يعني تكون متوسطه، ما تكون خشينه، ما تكون رقيقه بزاف. يعني شوفوا الكيله اللي تجيكم، يعني 4 كيلات، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا. هاني وراي الحرشه، شوفوا كيفاش دايره. هنايا نضيف الملح لتحسين الذوق طبعا. نجيب ليدام، نجيب السمن تاعي اللي كنت سخنته من قبل، ندير كيله تاع السمن. شوفوا هنايا ما عمرتش مليح الطبسي تاعي باش نزيدلو شويه تاع الزيت. فوالا هنا تقدروا تستغناو على الزيت، يعني اللي حبت تستغنى على الزيت تستغنى عليها عادي. نفرغ الزيت تاعي على الحرشه ونمسح الطبسي كيما العاده بشويه تاع الحرشه، باش هكذا ما نلوحوش الحرشه، والطبسي تاعنا كي نجي نغسلوه يجينا ساهل. باش ما نلوحوش عفوا ليدام، يعني الزيت تاعنا مع السمن. نبدا نجمع فيها ونحكها مليح بين يديا كيما راكم تشوفوا. لازم تحكوها الماكسيموم 10 دقائق حتى لربع ساعه، وانتم تحكوا في الحرشه تاعكم مع ليدام باش تدخلها كامل هذوك ليدام. شوفوا هنايا نبدا نشدها ونضغط عليها هكذا. الا كانت نفتح معناتها الحرشه تاعنا تشرب بزاف، نزيد لها شويه تاع السمن ولا شويه تاع الزيت. انا نزيد لها شويه تاع السمن اللي بقى لي في الكاسرونه، ونزيد نحكها شويه يعني حتى نشوفها بلي تشربت كامل. ونولي كي نشد الحرشه تاعي ونضغط عليها في يدي تبقى هكذا. فوالا كما راكم تشوفوا. هنايا نكمل نحكها ونخليها من المستحسن تبات ليله كامله، ولا ديروه صباح وتخلوه العشيه. انا خليته يعني درته الصباح وخليته العشيه خدمته. هنايا نجيب 3 كيلات تاع الكاوكاو ولا مكسرات ولا اللي حبيتو. كيلة غير ربع تاع السكر، يعني لافاس نفس لافاس اللي درت في التشارك. يعني انا الفيديو صورت واحد وحطيت لكم فيه زوج باش ما نكثرش، يعني مبقاش كل دقيقه نصور. زدت له ملعقه تاع الزبده كدا باش تجينا لافاس تاعنا طريه. نجمع لافاس تاعي بماء الزهر كيما راكم تلاحظوا. نعجنها مليح، لازم نعجنها مليح. نروح نبدا نخدم المقروط تاعي بعد ما ريح. عندي هنا ماء زائد ماء الزهر، نبدا نجمع فيه بالماء والماء زهر. هنايا بالكو تدلكو، يعني ديروا كيما راني ندير هنا، تشمخوا ودوروا برك، يعني تلوزوا برك يديكم، ما تعجنوش. تبقاو ديروا كيما راني ندير بالطريقه اللي راني ندير حتى يتلايم لكم العجين تاعكم. فوالا انا هاوليك هاو تلايم. دوك نحطوه على البوطاجي باش يعني يسهل عليا العمليه، باش كي نخدم الحربوش يجيني مليح. هنايا نجيب الحربوش تاعي تاع المقروط، نديرلوه هكذا في الوسط حفره، ونجيب الكاوكاو ولا العقده تاعي لافاس ونديرها في الوسط ونغلق بهذه الطريقه. هنايا فقط كي تكونوا تخدموا في الحربوش تاعكم اضغطوا باش يخرج الهواء اللي لداخل. الا ما ضغطتوش راح يتكون لكم هواء لداخل وراح يتخسر لكم الحربوش تاعكم. هنايا نجيب شويه تاع لا يعني الحرشه تاعنا اللي كنت خدمتها، نحي شويه ونبدا ندير فيه باش تخرج لي، يعني يخرج لي مرمل. ونبدا نضغط ونمشي حتى نتحصلوا على حربوش يكون مستوي، باش كل حبه تجينا على حساب خوتها. فوالا هكذا غير بالعقل تخدموه. نجو نقسموه. هنايا ندير 3 صباعتين ونقسم باش يجوني كامل حبات سوا سوا. دوك نوريلكم حبه تشوفوا كيفاش خرج مرمل، خرج ما شاء الله. فوالا هاوليك المقروط تاعي كيفاش خرج. على باليش اسكو راه يبان لكم مليح. هنايا نروحو نقليوه. هنايا درت شويه تاع الزيت تسخن، ودرت حبه يعني نسييها الى تنفتح ولا ما تنفتحش ولا يابسه ولا.
انا كي سيت الحبه صبت المقروط تاعي مليح، ما زدتلو والو. نتوما اذا صبتوه يابس تزيدوا له شويه تاع ليدام، واذا كان ينفتح ديروا حبه تاعكم في الماء ولا تزيدوا له شويه تاع الفارينه. هنايا درت الحبات تاوعي كامل اللي طيبوا وعسلتهم مباشره وهما سخونين كما راكم تشوفوا. خليتهم شويه في العسيله ونحيتهم حتى شربوا ونحيتهم. هاوليك حبيباتي المقروط تاعي في طبق التقديم. هنايا فقط زينته بشويه تاع العسيله. نتوما كتجو رايحين تقدموه كديروه في الكيسات عاودوا غطسوه في العسيله ونحوه باش يجي يبري ويجي شباب. على كل حال هو يجي معسل على الداخل، وكي تتبعوا الطريقه هذه راكم تنجحوا فيه وراح يخرج لكم مقروط وعليه الكلام. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.